وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة. أعظمها معجزات القرآن تبقى على تعاقب الأزمان، كذا انشقاق البدر حتى افترقا بفرقتين رأي عين حققا. وقد زاوله الإله حقا الأرض مغربا لها وشرقا، وقال ما زواه لي سيبلغ إليه ملك أمتي فبلغوا. وحن جذع النخل لما فارقه لمنبر إليه حتى اعتنقه، ونبع الماء فجش كثره من بين إصبعيه غير مرة، وسبح الحصى بكفه بحق، كذا الطعام عنده به نطق. وشجر وحجر قد سلما عليه نطقا والذراع كلما، وقد شكى له البعير إذ جهد وبالنبوة له الذيب شهد. وجاء مرة قضاء الحاجة ولم يجد شيئا سوى أشاءتي ومثلها، لكنهما بعودة أمر كلا منهما فأتتا. تخض الأرض ذي وذي حتى قضى حاجته أمر كلا فمضى. وازدلفت إليه 6 بدن للنحر كل سابق للطعن، وندرت عين قتادة فرد تلك فكانت من صحيحة أحد، وبرئت عين علي إذ تفل فيها لوقته وما عدا حصل. وابن عاتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا برئت، وقال أقتل أبي بن خلف خدشه خدشا يسيرا فانحتف. كذاكم أمية بن خلف قتل كافرا ببدر فوفي، وعد في بدر اللهم صارعا كل بما سمى له قد صورعا. وقال عن قوم سيركبون ثبج هذا البحر أن يغزونا، ومنهم أم حرام ركبت البحر ثم في رجوعهم قضت. وقال في الحسن سبط نسبه يوما لعل الله أن يصلح به، ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلما، فكان ذا. وقال في عثمان تصيبه البلوى فحقا كان. ومقتل الأسود في صنع اليمن ذكره ليلة قتله، ومن قتله كذاك كسرى أخبرا بقتله فكان ذا بلا مرى.